و100 لا الشخصيات الصحيه و100 مرشح جه و100 حزب وطني جه و100 30 جه و100 محدش طلبوا نهائي. المنطقه دي اكبر عدد تشاكل انتخابات على دايره محرم به ناضي الصدر اسمها الشغب الصبحيه. ما عندناش لجنه انتخابيه في ناضي الصدر تخش السماحات والدرجات ده الانتخابيه. انا عندي مشايخ وناس كبيره بحملهم بالعربيات على حسابي، واللي ما رضاش يروح واللي يرضى. وعندي مدرسه فندقيه، عندي مدرسه اعداديه، عندي ابتدائيه، عندي تدريب مهني. كل ده في الدايره، وبروح انتخب في دايره غير دايرتي. انا بروح انتخب في دايره ثابته في محرم بيه اللي هي مش تبعي انا، والاستاذ يعرف هذا ذلك، ومحدش بيتحرك خالص. احنا عايزين مدرسة من الموجودة في صدر السيف اتعمل فيها لجنة انتخابية. أهم شيء ده عشان خاطر الناس دي كلها. على فكرة خلي بالكم عشان خاطر النس كلها وعشان خاطر ده حقهم وحقنا. طلب وجيه خلي بالك محدش بيطلب الطلب ده وطلب ايانا. احنا طالبين من سيادتكم اعملوا لنا مدرسة لنمل الستة لجنة انتخابية، لان احنا ممكن تيجي الانتخابات وانا واحد اهو وبقولها لك. يعني الناس دي كلها اللي مربانا واخواتي، احنا ممكن نلاقي الانتخابات دي كده وتقول محدش هيطلع بجد، لان انا ما بهدلش حريمي والناس الكبيره بتاعتي من الموظفات عشان يروحوا ينتخبوا جايه غير دايرتي. يخدمونا يجيبوا الدكتورات على حسابهم وحاجات على حسابهم يخدمونا. طلب وجيه احنا نقول احنا صحيح تصدق وتقوم بالله. انا بمشي بانتخابات وانا سن 15 سنه ولقيت واحد بتاع اللي هو عدى بالانتخابات اللي قال لنا دي مستشفى هنعملوه، واللي قال لك دي مستشفى هنعملها، وعندنا اراضي فاضيه يتعمل فيها. بس هما كلمتين. انا عارف ان دي لجنه تقييم مش لجنه انتخابات. انا فاهم ان دي لجنه تقييم مش انتخابات، يعني ممكن يحصل او ما يحصلش. انا اللي ظالبه منكم كله بيوعدنا، مفيش وعد مره تلاقينا حر. عشان كده الناس دماغها هنا مبرومه، وعشان كده احنا مش هنوعدك الا باللي نقدر عليه. احنا عايزين لجنه انتخابيه اكتر من كده. طلب من اهالي نادي الصدر حزب الوفد، اول مره نطلبوه من حزب الوفد، عايزين لجنه انتخابيه في نادي الصدر. شوف يا حاج، انا عن نفسي بالاصاله يعني عن نفسي عن الحاضرين احنا هنمر السنه وهنضغط عليه مع الحكومه مع الجهات المختصه واخد بالك. لو هي في قدره الحزب يعني امر قد يكون امر حكومي، يعني اللجنه الانتخابيه مين اللي بيحددها؟ الحكومه. لا الحكومه واللجنه القضائيه. فاحنا قلنا ان احنا انا لو كتبت لك طلب، انا عندي 5 جمعيات في نادي الصيد هنا مشهره من قبل الستينيات. ايوه من قبل الستينيات. انت ابتديت تتكلم في فعل. انا بكلمك اهو. ساعدني ان انت تجيب لي ورق من الجمعيات دي وانا احطه على ورق. انا كملت حتى اهو. لو انت مطلوب مني اقدم لك طلب في اسامي نادي الصيد كلها باحكام الجمعيات تعمل لنا لجنه انتخابيه في نادي الصيد، انا بوفر لك ذلك. واحنا مش عايزين اكتر من كده. لان اكتر عدد حرفان انك تاخد الصبحيه هنا. مش عايزين اكتر من كده. تقول انا تاني عشان الناس بتقول مش هجيبه تاني. لا ان شاء الله. انا مش بس في احد الاخوه نقدم سؤال مخصوص حزب الوفد لزياره نجاة الى رئيس نجاة رئيس ايران. الاخ سأل سؤال كده اهو. هو قال عسل تعقيد حضراتكم علشان بس يبقى في حاجه واضحه. لا مش حضرتك، هو الاخ اللي سأل عن الملف زيادة ملف جرامي في مستويين للعلاقه. خدوا بالكم ان الزياره دي عملت ازمه غير عاديه ووفرت العلاقات في المنطقه بشكل غير عادي. في من اعتبر هذه الزياره هو انحياز المعسكر الشيعي
الاسباب المعاكسة للسنة او معاكسة للدول السنية اللي ما تعرفناش اقتصاديا، فانا بقول لهم طب ايه رأيكم انا رايح اتحالف معايا غلط، ولو ده حقيقي مصيبة سوء. احنا كحزب وسط يرى ان العلاقة مع اي من دول العالم لازم تبقى علاقة متزنة، مصلحة مصر هي الاهم ولا الاول، شريطة ان لا تتعارض مع مصالحنا ومصالح الاول من القوم المصري، لان احنا مرتبطين بحدود وجغرافيا وعلاقات تاريخية بالمنطقة، فاحنا مع علاقات جيدة مع اي دولة، لكن ما احناش مع تشيع او حاجة ثانية. اعتقد كده الكلام ده من سطور واضح، يعني لا احنا مع ايران ضد الامارات اذا كان في خلاف مع الامارات، لان ده مش صحيح ومش ده اللي موجود، واحنا مع اي دول تبقى علاقتنا بيها كلها قليله، لكن بشرط انها ما تاثرش على مصالح مصر ولا الامن القومي المصري اللي موجود في المنطقه. شكرا. هذا اليوم هي بنوجه التحية والشكر لهذه منطقة كلام السيرة، والحقيقة احنا عارفين ان منكم وحدكم هو نشكركم جدا على حسن الضيافة وعلى الاستماع لنا، ونحسن ان هذه الزيارة لأن تكون الزيارة الأخيرة ان شاء الله، ونرجع معكم لقواعد المتابعة وان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.